السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنتكلم في فيديو جديد في النحو، وهو اسلوب المدح والذم. اول حاجة نعرف المدح. انا هستخدم اسلوب المدح علشان امدح شخص، وعكسه على طول اسلوب الذم. طيب، اسلوب المدح ليه طريقتين. اول طريقة وهي حبذا، والطريقة التانية استخدم نعمة. واسلوب الذم ليه برضو طريقتين، لا حبذا وبئس. طيب، أول حاجة هنتكلم فيها وهي حبذا. طيب، حبذا دي عبارة عن إيه؟ الكلمة أو التعبير ده عبارة عن حبة، وعبارة عن ذا. طيب، تعال نشوف الإعراب. أول حاجة حبة، وهو فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح. يبقى أول حاجة حبذا عبارة عن كلمتين، حبة وذا. طيب، حبة فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح. طب ذا هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع إيه؟ في محل رفع فاعل. يبقى أول حاجة الكلمة دي عبارة عن فعل وفاعل، بيجي بعدها على طول مباشرة المخصوص بتاعها، الحاجة اللي أنا بمدحها. فمثلا أقول مثال، أقول لك حبذا المسلمون. طيب، تعال نشوف الإعراب بتاعنا. أول حاجة عرفنا حبذا خلاص، عبارة عن حبة فعل، والزاء اسم إشارة مبني في محل رفع إيه؟ في محل رفع فاعل. طيب، اللي بيجي بعد حبذا ده بنسميه المخصوص بتاعه. طيب، الإعراب بتاعه إيه بقى؟ إعرابه مبتدأ مؤخر. طيب، المبتدأ المؤخر، التأخير هنا مهم جدا. الحتة دي التأخير هنا وجوبا، التأخير وجوبا. يعني ايه التأخير وجوبا؟ يعني انا ما ينفعش دلوقتي اقول لك المسلمون حبذا، لازم المسلمون تيجي بعد حبذا. يبقى تاني، حبذا لازم هي اللي في الاول، المخصوص بتاعها ما ينفعش يقدم. يبقى تاني، يبقى المسلمون المخصوص بتاع حبذا، الاعراب بتاعه الثابت المبتدأ مؤخر. طيب، التأخير ايه؟ التأخير وجوبا، يعني ما ينفعش يقدمه. يبقى كده الاعراب تاني، حبذا اول حاجة حبة فعل ماضي، وذا فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، لأن المسلمون هنا إيه؟ مبتدأ مؤخر. فين الخبر بتاعه؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر. وطبعا بالنسبة للا حبذا نفس النظام. طيب، تعال نشوف بقى نعمة وبئس. إزاي هعمل الأسلوب المدح بنعمة؟ أول حاجة إعراب نعمة، هي فعل ماضي جامد للمدح، نفس اعراب ايه؟ حبه، فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح. دي اول حاجه في الاعراب. طيب، تعالى نشوف مثال مدح بنعمه. اول حاجه لما اقول لك نعمه الرجل المخلص. طيب، نعمه الرجل انا هحط لك دلوقتي شويه حالات وبعدين نشرح عليهم. تاني مثال لما اقول لك نعمه خلقا الامانه. تالت مثال لما اقول لك نعمه دار المتقين الجنة. رابع مثال لما أقول لك نعمة من تصاحبه الوفي. في الأربع أمثلة دول هنلم بيهم حالات نعمة. أول حاجة، أنا دلوقتي عايز أعرف أنا بمدح مين بالظبط. فأول مثال بقول لك نعمة الرجل المخلص، فهنا أنا بمدح مين؟ بمدح المخلص. طب، أعرف إزاي أنا بمدح مين؟ ليه حد دلوقتي يقول لي مش معنى المخلص، ليه مش الرجل؟ طيب، انت عايز دلوقتي تعرف انا بمدح مين؟ شوف اللي ينفع يتقدم. دلوقتي اقول المخلص نعم الرجل، الجملة حلوة، الجملة ماشية، ما ينفعش اقول الرجل نعم المخلص. فكده المخلص اللي انا بمدحه اللي بنسميه المخصوص. طب، في الجملة التانية نعمة خلقا الامانة، هنا انا بمدح مين؟ بمدح الامانة. تعال نشوف كده ينفع يقدمها الامانة نعمة خلقا، برضو نفعت.
طب تالت مثال، نعم دار المتقين الجنة، اللي ينفع أقدمه الجنة نعم دار المتقين، فالجنة برضو إيه؟ دي المخصوص. وفي المثال الأخير، نعم من تصاحبه الوفي، الوفي نعم من تصاحبه، فالوفي برضو ده المخصوص. يبقى أول حاجة في جملة نعمة أنا حددت المخصوص، حددت أنا بمدح مين. طيب المخصوص ده ليه إعراب ثابت لازم نبقى عارفين. إيه إعراب المخصوص؟ أول حاجة ليه إعرابين، ممكن يبقى مبتدأ مؤخر، وممكن يبقى خبر لمبتدأ محذوف. يبقى أول حاجة في الجملة بحدد الأول مين المخصوص. طب أعرف المخصوص إزاي؟ أعرف اللي أنا بمدحه إزاي؟ بقدمه على نعمة، بشوف اللي ينفع يتقدم، اللي ينفع يتقدم على نعمة هو المخصوص. طيب المخصوص بقى ليه إعراب ثابت، أول حاجة مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. دي أول خطوة بنعملها. طيب هنا لما تشوف بعد نعمة اسم هوت معرف بال، نعمة الرجل، فكلمة الرجل هنا إعرابها إيه؟ إعراب الرجل هنا هيبقى فاعل. يبقى كده نعمة إعرابها ثابت، إحنا عارفينه فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح. طب الفاعل بتاع الفعل ده إيه؟ الرجل، الرجل فاعل. والمخلص اللي هو المخصوص عرفنا الإعراب الثابت بتاعه مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. دي أول حالة. طيب نشوف تاني حالة، نعمة خلقا الأمان، نعمة الإعراب الثابت بتاعها عارفينه فعل ماضي جامد للمدح مبني على الفتح. والأمانة حددناها من الأول إنها المخصوص، فالأمانة إعرابها ثابت برضه مبتدأ مؤخر أو خبر إيه؟ مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. طيب خلقا دي بقى هل أقول فاعل برضه؟ إزاي فاعل منصوب يعني ولا إيه؟ فهنا خلقا هتبقى إيه؟ إعرابها تمييز. طيب نعمة فعل، الفاعل هنا إيه؟ في الجملة دي الفاعل ضمير مستتر. يبقى أول حالة كان بعد نعمة بعد الفاعل على طول معرف بقال الرجل فاعل، وعرفنا المخصوص إعراب. طب هنا لقيت نكرة منصوبة، يبقى النكرة المنصوبة دي التمييز والفاعل مستتر. طيب تالت حاجة جملة نعمة دار المتقين الجنة، نعمة إعرابها ثابت وعارفينه، والجنة المخصوص مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. طيب هنا بقى نشوف الكلمتين دول هنعربهم ايه. اول حاجة كلمة دار هتعرف فاعل عادي خالص، والمتقين دار المتقين فالمتقين مضاف اليه. طيب يبقى هنا الفاعل دي موجود مش مستتر بارز قدامنا اللي هي كلمة دار، والمتقين مضاف اليه، والجنة المخصوص طبعا اللي هو المبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محذوف. طيب رابع حالة نعمة من تصاحبه الوفي، إعراب نعمة عارفينه، والوفي المخصوص مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. طيب هنا الفاعل مين؟ الفاعل نعمة من تصاحبه الوفي. الاسم الموصول ده هو هنا إيه؟ الاسم الموصول هنا الفاعل، هو اسم موصول طبعا بيبقى فيه محل رفع فاعل اللي هو فاعل يعني. طيب تعال نشوف الحالات. يبقى كده نعمة ممكن يجي بعدها الفاعل عادي بارز معرف بقل. طيب ممكن الفاعل يكون مستتر، ممكن الفاعل يكون مضاف لمعرفة، ممكن الفاعل يبقى اسم موصول. يبقى كده عرفنا من الأربع أمثلة أو الأربع حالات دول حال الفاعل بتاع نعمة. يبقى لو جينا نشوف حال الفاعل بتاع نعمة وبئسة، بئسة طبعا نفس الكلام اللي بنقوله على نعمة هو اللي هنقوله على بئسة. يبقى حال الفاعل ليه أربع أحوال. ممكن الفاعل يبقى إيه وإيه وإيه. ممكن الفاعل يكون أول حاجة معرف بقل. تاني حالة ممكن لا الفاعل يبقى مستتر. طب تالت حالة ممكن يبقى مضاف لمعرفة. طب خامس حالة أو رابع حالة ممكن يبقى اسم موصول. المعرف بقل دي الحالة الأولى اللي احنا قلناها، نعمة الرجل المخلص، نعمة الرجل المخلص، فهنا الفاعل الرجل معرف بقل. طب مستتر الحالة التانية لما قلت نعمة خلقا الأمان، خلقا هنا إعرابها تمييز والفاعل إيه؟ الفاعل مستتر. طيب تالت حاجة مضاف لمعرفة لما قلت لك دار المتقين، نعمة دار المتقين الجنة، فقلنا دار فاعل والمتقين مضاف إليه، هنا الفاعل مضاف لمعرفة. اسم موصول لما قلت لك نعمة من تصاحبه
الوفي. من اسم موصول في محل رفع فاعل، فدي حال الفاعل بتاع نعمة لازم نبقى عارفينه. ممكن يجي معرف بقل، ممكن يجي مستتر، ممكن يجي مضاف لمعرفة، ممكن يجي اسم موصول. وطبعا المخصوص او اللي انا بمدحه الاعراب الثابت بعد نعمة. مع نعمة الاعراب الثابت يا اما مبتدأ مؤخر يا اما خبر لمبتدأ محذوف. دي الاربع حالات اللي ممكن فاعل نعمة يجي فيها. في الحالة الرابعة لما قلت نعمة من تصاحبه الوفي، من هنا الاسم موصول قلنا في محل رفع فاعل. طيب الجملة اللي بتيجي بعد اسم الموصول اسمها جملة صلة الموصول. اعرف ان جملة صلة الموصول دي لا محل لها من الإعراب. اعرف المعلومة دي. يبقى هنا تصاحبه جاية، جملة دي جاية بعد اسم موصول، إذا دي اسمها جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول دي لا محل لها من الإعراب. وبكده نكون خلصنا الدرس أسلوب المدح والذم. يا رب تعرف تفرق بينهم وتعرف تعرف اللي بيجي بعد نعمة واللي بيجي بعد حبذا، واللي قلناه على حبذا نفس الكلام، لا حبذا ونعمة هي بئسة. يا رب تكونوا استفدتوا، أشوفكم الفيديو الجاي على خير.